ما بين الفقر والغباء إلى الغنى والذكاء، من واحد بيتعامل كأنه شخص غريب جدا في المجتمع بتاعه والكل شايفه إنه مختلف، إلى واحد من أشهر الناس في العالم التك. إزاي قدر يتغلب على الظروف اللي كان عايش فيها الأول عشان يقدر يهاجر من مجتمع فقير ومتأخر إلى مجتمع غني ومتقدم، وإزاي قدر بعد ما هاجر إنه ينافس أكبر الشركات والمفكرين ورواد الأعمال وينور النور لفكرة الناس كلها كانت معتقدة إنها مستحيل تحصل، وفي الحقيقة هي مش فكرة واحدة، لا دي فكرة واثنين وثلاثة. هتفهم بجد الفرق بين الانسان العادي والانسان اللي دايما بيفكر بره الصندوق ودايما بيجيب افكار خياليه. ايلون ماسك يمكن تكون بدايته مختلفة شوية عن أغلب الليست بتاعت أغنياء العالم اللي موجودين دلوقتي، لأنه بدأ حياته من أفريقيا، تحديدا في دولة جنوب أفريقيا، من بلد فقيرة ومتأخرة اسمها بيتوريا، ومن مرحلة نومه في المكتب بتاعه في سيليكون فالي، لأنه ما كانش معاه إنه يقعد أو ينام في شقة، وإنه كان على بعد يومين من إفلاس شركته الأساسية. تعال نبدأ من عيلته اللي القصة بدأت من لقاء أبوه اللي هو إيلون ماسك وامه ماي هولدمان. ابوه مهندس وامه عارضة ازياء، اتجوزوا وخلفوا 3 اولاد، كيمبل وتوسكر، والشخصية الرئيسية بتاعتنا إيلون ماسك اللي اتولد في 26 يونيو 1971. لحد دلوقتي ممكن تعتقد ان الامور مستقرة جدا، تحسها عيلة عادية زي اي عيلة، وممكن تشوفها انها عيلة مثالية كمان، اب مهندس وام عارضة ازياء، في حلاوة اكتر من كده. بس في الحقيقة عكس كده خالص، واللي هيعكر العيلة دي هو ابوه اللي كان مختفي وراء الابتسامة الجميلة دي. You said I would be beaten up. Did you suffer that kind of abuse? Yes. Yeah. I think I was beaten up. When I was married, I was told about 3 times a day that I'm boring and stupid and, and ugly. لدرجة انه اساسا كان رافض فكرة انه يوفر لإيلون ابسط حاجة كان ممكن يبدأ بيها البيزنس بتاعه او يبدأ يتعلم عنه اي حاجة، وهو didn't الكمبيوتر. want to buy a computer and refused to use computers and said they would never amount to anything. لدرجة ان إيلون كان بيقول انه شخص مش سليم وعنده افكار شريرة تجاهنا، وانه كان عنيف جدا معاهم، وده اللي خلاهم ما يعرفوش يعيشوا طفولتهم It بالطريقة was الطبيعية. very violent. It was not a happy childhood. My father has serious issues. وممكن نطرح تساؤل هنا، هل كانت الطفولة دي عبارة عن عائق قدام إيلون ولا هو قدر يستغلها لصالحه؟ لأن بصريح العبارة دي كانت نقطة تحول في حياته، واللي أدت لنجاحه الكبير، واللي خلته يكتسب أهم مهارة ممكن أي رائد أعمال يبقى محتاجها، وهي القدرة على تحمل الصعاب والعمل تحت الضغط الخارجي. وبدأ بعد كده في المراحل الصغيرة من عمره يظهر اختلافه بين زمايله، I was almost beaten to death, if you call that bully. والتنمر بدأ يظهر حواليه. هل لأنه في مشكلة ولا عشان كان شكله غريب أو بشرته غريبة؟ لا تماما، في الحقيقة ده كان لأنه بان ذكائه بدري جدا وبدأ يتميز عن اللي حواليه، ودماغه بدأ يشتغل بطريقة رهيبة جدا. ومع تطور مراحله العمرية والتفكير والذكاء بتوعه بدأوا يظهروا بشكل أكبر ومختلف تماما عن اللي حواليه، لدرجة إن إيلون وصف نفسه في المرحلة دي بأنه كان مش طفل طبيعي. I think when I was, I don't know, 5 or 6 or something, I thought I was insane Why'd you think you were insane? because it was clear that other people did not. Their mind wasn't exploding with ideas all the So, time. what's going on in the head? Never-ending explosion. It's just constant ideas, just bouncing around. Yes. Whew. طيب لحد المرحلة دي واحنا اكتشفنا ان ايلون يعني مختلف شوية عن اللي حواليه. طيب السؤال هنا، ازاي هيقدر يستغل الموهبة دي، او ازاي اصلا هيتعامل معاها او هيطورها ازاي وهو عايش في دولة فقيرة زي دي؟ وهو ما استناش بصراحة، وبدأ يتعلم برمجة من سن 10 سنين، زي ما بقول لك كده، وبدأهاش الا عشان كان بيحب الالعاب وبيلعب كتير. I mean, I should say that, when I was a kid, I didn't really have any grand designs. I mean, the reason I started programming computers is because I like computer games. فكانت اول فكره جات له اكيد هتكون قريبه من الالعاب بتاعته. الفكره انه كان عايز يعمل فلوس، وانه فهم انه لو عمل سوفت وير جديد للعبه يقدر بعد كده يبيعها، وبفلوسها يشتري كمبيوتر جديد ومن خلاله يطور حاجه اعلى. I learned that if I wrote software and sold it, then I could get more money and buy better computers. فبعد كده عرف ان في محل بيبيع العاب بيسمح ليك انك تبيع اللعبه اللي انت مصممها عنده في المحل. There was a computer magazine that you could sell software to, and then publish the software, and then send you a check. فبكده قدر يصمم اول لعبه ليه، واللي هي كانت قريبه من لعبه مشهوره في الوقت ده. قدر بعد كده يبيعها وبفلوسها، يعني عرف يطور نفسه شويه. بعد اول مشروع ليه وهو طفل، دلوقتي قدر يخلص المرحله الثانويه بتاعته، وهو دلوقتي عايز ينتقل للمرحله الجامعيه اللي المفروض الانسان محتاجها عشان يشق طريقه نحو الهدف اللي هو حاطه لنفسه. وفي الفتره دي وهو عنده 17 سنه قرر انه يهاجر لامريكا عشان يخش جامعه هناك ويدرس الحاجه اللي هو بيحبها، عشان يتخرج وهو معاه شهاده
شهادة البكالوريا في الفيزياء والاقتصاد وهو عنده 26 سنة، واعتقد ان اللي اخره المدة دي تقريبا 9 سنين، وهو عشان كان بيدرس فرعين صعبين مع بعض. ومع ذلك هو برضه ما كانش راضي عن المستوى ده، وكان حاسس انه مش في المكان اللي هو يستحقه، لذلك قرر انه يعيش في سيليكون فالي وهي مقاطعة في امريكا. طيب هتقول لي اشمعنى دي بالذات، اشمعنى المقاطعة دي بالذات؟ اقول لك لانها كانت مشهورة بالتكنولوجيا في الوقت ده، وهو كان عايز يروح لمكان يوفر له الامكانيات اللي هو محتاجها طبعا. I really want to work on new technology, so I want to get to Silicon Valley. Which when I was growing up, Silicon Valley seemed like some sort of mythical place. واللي ادته الفرصة انه ينغمس اكتر في التكنولوجيا، وبالاخص تكنولوجيا العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء، ودي اللي هتكون محور جدا مهم في حياته قدام. فقرر انه يبدا يشتغل في الانترنت الاول كبدايه، لانه كان حاجه جديده وترندي في الوقت ده، كان عندهم بيقولوا يعني ايه نت. فقرر انه يؤسس شركه بنفسه بعد ما اترفض في الشركه الوحيده اللي مختصه في الانترنت. At first, I tried to get a job at Netscape because that was the only internet company, and they didn't respond to me. So then I was like, okay, if I can't get a job at the only internet company, then I better try starting something. بدأ يفكر ويشوف ايه المجالات اللي ممكن يبدأ فيها دلوقتي كشركة وممكن تنجح في المستقبل. ففكر في الانترنت والتكنولوجيا وتأثير التكنولوجيا على البيئة والسفر للفضاء والذكاء الاصطناعي والحاجات دي. لذلك بدأ بأول حاجة وهو السوفت وير على الانترنت، لأنه ده كان أقرب حاجة هو يعتبر عنده خبرة فيها، وهي أبسط حاجة يبدأ بها دلوقتي. ففكر وقال ليه الناس دايما عليها إنها تشتري الجورنال وورقي وتقعد تألف فيه في الصفح بتاعتها، مع إنها ممكن تبقى بشكل ديجيتال على الانترنت. ودي كانت أول شركة وأول مشروع يبدأ فيه إيلون ماسك في سيليكون فالي. أعتقد إن الأمور ماشية لحد دلوقتي يعني حلو تعتقد بكده، بس في الحقيقة لا، لأن إيلون ماسك ما كانش يعرف حجم الصعوبة اللي ممكن تقابل الشخص اللي أول مرة يعمل شركة. إيلون في الفترة دي كان لسه طالب، وكان معهوش الفلوس اللي يقدر من خلالها يأجر مكتب يدير منه الشركة وشقة يعيش فيها، فكان لازم يضحي بحاجة من الاتنين، يا الشقة يا المكتب. I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. So, in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So, I rented an office instead because I got a cheaper office than I could get a place to stay, and then I just sort of slept on the futon. فقرر انه يأجر مكتب بس، لانه كان ارخص حاجة قصاده مقارنة بالشقة، يشتغل فيه الصبح وبالليل ينام فيه. وفي نفس الوقت من الصعوبات اللي قابلته انه طبعا ما حققش اللي كان متخيله في بدايته زي اي حد. طبعا اي شركة تكون لفكرتها جديدة بتكون في البداية المهمة بتاعتها صعبة شوية انها تنتشر، ولكن مع الوقت ومع دعم من ناس قريبة منه قدر يعمل شوية فلوس انه يقدر يسوق لنفسه من خلالها، لحد ما جه المستثمر الضخم بالنسبة له وهي صحيفة نيويورك تايمز، واللي ضخت في المشروع بتاعه استثمارها وبدأت تشتري المنتج بتاعه، وشوية شوية الدخل بتاعه بدأ يزيد ويتعرف شوية بشوية. لمدة 4 سنين على الحال ده الشركة كبرت بشكل أكبر بكتير عن أول سنة، لحد شهر فبراير 1999 لما قدرت شركتهم زيبتو إنهم يبيعوها ب $300 مليون، وكان نصيبه منها $22 مليون ل $15 مليون لشريكه اللي هو كان أخوه. والمبلغ الضخم ده تحول إيلون ماسك من شخص كان بينام في مكتبه لأنه ما عندوش شقة إلى مليونير متوفر له كل حاجة قدامه. فهل تعتقد ان التحول الكبير في حياته ده مستوى غنى محدش كان يتوقع، والطالب من افريقيا تعتقد انه وقف لحد كده قرر انه يكمل حياته بالفلوس دي؟ في الحقيقه لا، لانه في نفس اللحظه اللي باع فيها الشركه دي كان في دماغه انه يبدا مشروع جديد وفكره جديده، وهي انه شاف ان الناس لسه بتتعامل بالكاش. تخيل يا اخي ناس في 99 ولسه بيتعاملوا بالكاش. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. لذلك قال وليه زي ما حولنا الصحافه للانترنت ليه ما نحولش الفلوس للانترنت؟ ايوه، طب ما هي بسيطه اهي، وتبقى كل حاجه اونلاين. ويز هي شركه x.com او اللي هي بقت بايبال اللي اكيد كلنا نعرفها دلوقتي، ودي فكرتها انه يعتبر انه زي المصرف بالظبط، تقدر تتعامل من خلاله سواء شراء او بيع او تعاملات بينك وبين اي شخص تاني. بس هل تعتقد ان بدايته كانت نفس بدايه زيبتو اللي هو موقع محدش يعرفه بس مع الوقت بدأت الناس تعرفه وينتشر وياخد سمعة كبيرة والكلام ده؟ لا، في الحقيقة انه انتشر اسرع بكتير من زيبتو، وده طبعا كان بسبب خبرته اللي اكتسبها من شركته الاولى. وما تنساش انه دلوقتي ما بقاش الطالب اللي بيبات في مكتبه، لا ده بقى واحد غني معاه فلوس يمول لمشروعه ومعاه افكار جديدة ومعاه ناس تقدر تدعمه. بس حصل دروب في النص في الشركة دي لانه كان في فترة اتطرد من شركته، زي ما بقول لك كده، وده كان بسبب موقف هتستعجب جدا ان الناس دي عمليه بطريقه رهيبه ازاي. He went on an investment
raising trip. And when he got back, what happened? Well, yeah, so gotten married earlier that year and not had any vacation or honeymoon or anything, so it was kind of a combined financing trip / honeymoon. Yeah. There was just a lot of worry, and that caused the management team to decide that I wasn't the right guy to run the company. طبعا زي ما حصل مع زيبتو، إيلون ماسك قدر يبيع شركته التانية، والمرة دي بمبلغ ضعف مبلغ شركته الأولى 5 أضعاف، لأن شركة اي باي قدرت تشترك باي بال ب1.5 مليار دولار، وكان نصيب إيلون منها 165 مليون دولار. وزي ما احنا تعودنا من إيلون ماسك إن دايما بيبقى مخطط للخطوة اللي جاية، لأنه بعد ما باع شركته التانية كان مفكر على طول في فكرة جديدة، وهي السيارات الكهربائية اللي ما تنساش من صغره كان بيفكر فيها. I think global warming is a very serious issue, and it's something that we have to address. And the only way to address that is to come up with a car that doesn't add carbon emissions to the environment. And I think the way to do that is with electric vehicles. بس المختلف عن الشركة دي عن شركاته اللي فاتت انه ما كانش صاحب الفكرة المرة دي، لا، لان كان في 2 مهندسين هما اللي كان عندهم الفكرة دي، وهي شركة تسلا اللي كانت فكرتها الحفاظ على البيئة. وزي ما تعودنا طبعا ان ايلون ماسك كان كل مرة يبدأ حاجة جديدة كانت بتواجهه مشكلة جديدة، بس المرة دي كانت اكبر واصعب مشكلة ممكن رائد اعمال او بيزنس مان يواجهها. 2008 is not a good time to be a car company, especially a startup car company, and especially an electric car company. I was like... وهي الكساد الاقتصادي العالمي في 2008 اللي كان قاب قوسين أو أدنى إنه يؤدي لإفلاس إيلون ماسك وإغلاق شركته تسلا الوليد الجديد الخاص به. In fact, at the end of 2008, we were only a few days from bankruptcy. Literally 2 days, or 3 days maybe. في المرحلة دي إيلون ما كانش عنده شركة واحدة، وفي الواقع كان عنده الشركة التانية هي اسمها سبيس اكس اللي هنتكلم عنها شوية كده. وبعد الكساد الاقتصادي دي، وبعد ما الأمور بدأت تتظبط شوية في البلد والعالم، وفي اللحظة دي الشركتين حققوا أرباح كبيرة، لأنه بعد الكساد الاقتصادي تحديدا في 2013 سهم تسلا ارتفع بشكل كبير جدا، وده خلى إيلون يرتفع الطموح عنده أكتر لدرجة إنه خلاص قرر إنه لازم تكون في حياة وسفر للمريخ، اللي هو المشروع الضخم اللي شغال عليه حاليا في شركته التانية سبيس اكس، واللي كان هدفها صنع الصواريخ بسعر اقل من اللي كان موجود، ويبقى العيش في الفضاء والمريخ هو الامر المنتظر للبشرية. اما مشروع الاخير واللي عمل تحول وضجة كبيرة جدا وخلت اسمه يبقى معروف في كل مكان دلوقتي، وده طبعا كان بسبب اثارة الجدل في الرأي العام اللي كان نتيجة لشوية اجراءات عملها اول ما استحوذ على المشروع الجديد او الشركه الجديده بتاعته، وهي شركه تويتر. اعتقد ان استحواذ ايلون ماسك على تويتر ما كانش كده وخلاص، ما هو طبعا واحد زي ايلون ماسك ده مش هيعمل اي خطوه بدون تفكير. طب اشمعنى تويتر؟ بص انا هقول لك ليه دلوقتي. تويتر منصه مختلفه تماما عن باقي المنصات المنافسه ليها، مع انها اقل سهم ودخل فيهم، بس هي اكبر تاثير في العالم. هتقول لي ايه ده واشمعنى يعني؟ هقول لك لأن تويتر تعتبر هي مركز تجمع المثقفين وأصحاب القرار، وانت طبعا بتحس ان مجتمع تويتر مختلف عن باقي مواقع السوشيال ميديا. اي واحد عايز يأثر على حد او يقول رأيه في قضية معينة بيروح على تويتر على طول. وطبعا صاحبنا ايلون ماسك هو اكتر واحد بيحب يثير الجدل ويلفت الانظار، لذلك مرة واحدة كده قرر انه يشتري موقع تويتر ب44 مليون دولار. ومش بس كده، ده غير اغلب سياسات الشركة من نظام البرنامج نفسه لطرد بعض الموظفين الاساسيين اللي كانوا موجودين في الشركه قبل ما هو ياخدها. وكان اكبر واغرب قرار خده لما قرر انه يغير شعار واسم الشركه اللي من ساعه ما تاسست وهي بالاسم والشعار ده، غيرها وخلى اسمها بقت اكس واللوجو بتاعها هو ده. اعتقد ان ايلون ماسك مع ذكائه وتفوقه الكبير ده اللي ادى لوصوله تقريبا لاغنى راجل في العالم، اثر كتير على شخصيته وتفكيره كانسان بيحب يثير الجدل ويلفت الانظار ليه في جميع انحاء العالم بافكاره بقى المجنونه وقراراته الغير متوقعه. لذلك اعتقد انه من الشخصيات الفريده اللي ما جاتش على الساحه زيه قبل كده. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى منك لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وتشترك في القناه، وما تنساش تقول لنا رايك عن الفيديو في الكومنتات.